اهلا اهلا اهلا. انا جيت عند البرجين التوأم اهو. هم راحوا فين؟ قفلوا النور دلوقتي حالا على حظي، بس عادي مش مشكلة. كويس ان انا مبدأتش الفيديو وانا هنا، هكلمكم وانا راجع. انا جيت عند المطعم التحفة ده اللي انا جبت معاكم منه لحمة ورز، كان حلو جدا. فانا جيت وعرفت اخد تيك اواي الاكل. فانا دلوقتي راجع عشان اكل الاكل في المكان اللي أنا عايزه، بس يعني حلو كده قبل ما نمشي. بصوا دلوقتي بالظبط الساعة 11 وربع. 11 وربع بالظبط، 11 و10 قفلوا النور بتاع البرجين. فانت اعمل كل حاجه وما تجيش بعد الساعه 10 اصلا. انت بعد الساعه 10 اصلا مش هيخليك تدخل جوه. 11 هيقفلوا النور بقى والنوافير والدنيا دي، فانت تركز. بس كنت عايز اقول لكم ايه. انتوا اكيد شفتوا الفيديو اللي انا عملته امبارح لما اكلت عند المطعم ده، ما كانش عاجبني الاكل بسبب انه كان محلول. فانا اضطريت اجي مخصوص لهنا وسجلت فيديو كان بالانجليزي عشان اجي لهنا. عشان كده كده كنت عايز ايه، اكل حاجه انا حبيتها. بصراحه ده انا حبيته. فايه النهارده مطره جامده جدا. معلش انا عشان اتكلمت بقالي ساعه بتكلم، فانا بفتح الفيديو ده وهكمل برضو معاكم عشان تشوفوا كل حاجه. آه الدنيا النهارده كانت مطر من الصبح حرفيا. طبعا انت مش هتحس بحاجه هنا في الشوارع الاساسيه، ما هتحسش. هتشوف باثار الميه بس ما فيش عندهم. يعني الميه دي كانت حرفيا عندنا تعمل سيول. هتلاقي بس الرصيف غامق هنا، بعض الريفليكشن من المطر، حاجه بسيطه ما هتحسش بالقوي يعني. هي ممكن تمطر في اي لحظه، عشان بقول لك من الصبح بتمطر، تقف لها كده ربع ساعه نص ساعه وترجع تاني تمطر مطر مطر يعني. ف عشان كده كنت كمان مش عارف انزل الصبح، ولو اني اصلا بحب جو المطر ده اللي انا اصور فيه. بيبقى جامد. شايفين الاضاءه اصلا؟ كفايه الاضاءه مع المطر وكده بتعمل صور فظيعه. بس فانا يوم بصراحه ما اشجع حد عايز ياكل. انتوا اكيد اللي بيجي هنا اكيد هيزور البرجين، فانا بنصحك لو عايز تاكل اكل ويكون لطيف، يا اما تاكل من المكان الاول اللي هو اسمه ناسي. يعني ناسي اهو اللي قدامي ده، ناسي اندار. لا اما تاكل من ده، لا اما انا حبيت اللي في اخر الطريق ده، واللي اسمه الاسم ده اسمه ايه؟ لا ده مش اسمه، هو اسمه ده اوكو كينج، ايكو كينج. ماشي. فانا بصراحه حبيت ده اكتر. ليه؟ لان انا جربت في ده اللحمه، انا جربت في التاني فراخ، وانا كنت باكل فراخ من ساعه ما جيت. اما جربت اللحمه كانت عجبتني هنا. فايه فحبيت المكان التاني. بس انا بصراحه المفروض ان انا اجرب برضو مره من هنا عشان اكون في عدل يعني، وانا بقول لكم مين اللي احسن من التاني. انا مرهق بسجل لكم عشان عايز اوريكم برضو كذا كذا، اتكلم في كذا حاجه وانا راجع. هو ده المكان. انت هتشوف المبنى ده بالمنظر ده هتعرفه. في هنا اكتر العرب بيجوا هنا اصلا، بيجوا يفطروا ويتغدوا ويتعشوا. ليه؟ لانه هنا بيعمل وجبات بسيطه برضه. فانت روح للفيديو الاول اللي انا عملت فيه الفيديو ده، ممكن احطه في اخر الفيديو. تشوف المنيو، روح لمنطقه المنيو. تعرف انت عايز تطلب ايه. لو انت هنا تعرف انت عايز تطلب ايه، ولو انت مش هنا تعرف حدود الحاجات دي قد ايه يعني وانت جاي تدفع فيها. ماشي. انا المره دي خدت الشمسيه عشان انا مش فايق لاي لعب. المره اللي فاتت وانا راجع مطرت عليا، فخدت يعني حذري. طبعا هو المكان ده تقريبا مش عارف هو ولا لا، بس هم كانوا عايزين يعملوا اطول برج في العالم. فلا اما هو ده، لا ده مش هو. في مكان تاني قريب من هنا. زي هنا في المكان ده تحت الانشاء من ساعه ما جيت، من شهر وحاجه او من شهر. بس هم عايزين يعملوا اطول برج في العالم، اطول حتى من برج خليفه. وبس هم موقفين الشغل فيه بقالهم دلوقتي يجي 5 سنين.
بس هم حضروا مكان فهل هيبنوه ولا لا ما اعرفش، هنعرف بقى في السنين الجايه. طبعا انا مفيش مره مش هذكر طبعا فكره الشجر هنا يا جماعه حاجه تانية خالص، وبتكون محميه من الدوله. بحبها جدا مناظر الاشجار هنا. وعرفنا التكتشر والالوان المفعمه في البتاع ده بسبب ايه؟ بسبب المطر والجو والدنيا، فبتبقى قشرتها غريبه كده. في هنا مكان تاني انا ما جربتوش، ده بيكون اقرب ليه بس انا عمري ما جربته. هنا بيشغلوا بقى بصراحه احسن موسيقى من ساعه ما جيت. كانوا بيشغلوا موسيقى في الباك جراوند كده لطيفه، هاديه جميله يعني، بدل الدوشه اللي انت بتسمعها بتاع الناس مثلا بيطلبوا بيعملوا مش عارف ايه. في الباك جراوند الموسيقى دي هم دلوقتي موقفينها عشان بيعملوا تقريبا بيغيروها، بس انت لو رجعت شويه هتلاقيهم كانوا شغالين. فمكان حلو برضو. بس كده. انا بس عايز اجرب برضو اجيب من 7-11 او كي بعض الحاجات البسيطه كده. انا هلاقيهم في طريقي بس انا مش فاكر غير حاجه بسيطه فيهم كالعاده، وبنسى كل الحاجات المهمه. مش فاهم، أنا كل مره كده كل ما اكون عايز حاجه انساها الحاجه المهمه وافتكر الحاجه التانيه اللي هي اللي انا حاططها ستيب لو انا نسيت الحاجه الاولانيه. يعني الخطه دي مش هتنجيني. فاكرين خطه غبي بيقولوا فيه اللي هو احنا انت تيجي من هنا وده يدخل من هنا وهنتمسك هنا. بس فانا دلوقتي ناس انا كنت عايز اجيب منها. انا كل اللي فاكره حاجه بسيطه قوي يعني. المناديل. في هنا مناديل كذا نوع يعني تعرف تجيب اللي انت عايزه. انا قصدي المناديل العاديه اللي هي التيشو اللي بتستخدمها في الحاجات البسيطه. في مناديل المطبخ في مناديل حمام، بس هم عموما عشان اللي ما يعرفش انا ما ذكرتهاش في فيديوهاتي برضو. هنا عندهم ميه يعني في الحمامات وكده ما تخافش. وفي كل اسيا على فكره، هي اوروبا بس الغراب في الحته دي الصراحه يتعاتبوا عليها. حته بسيطه بس بتفرق، هي بسيطه بس بتفرق. ده السكوتر اللي بقول لك تعرف تأجره، بس حمل الابلكيشن واستخدمه. انا والله عايز استخدمه في مره، بس زي ما انتم شايفين ده اكتر يوم من ساعه ما جيت كان زحمه. اكتر يوم زحمه في كوالالمبور النهارده. عمري ما شفت الزحمه الاوفر دي. حتى في الشوارع اللي مش رئيسيه برضو كان مليان عربيات. فكانت حاجه غريبه الصراحه. انا اصلا عايز اعدي وهما بيسرعوا، لازم اعدي. بس يعني ماشي. هما بيعملوا حاجات تحت الانشاء كمان، ف في دوشه كمان بس عادي بقى. في عربيات واقفه من هناك هعرف اعدي. ياه، احنا كده في السليم. آه في المول ده عجبني فيه ايه يا جماعه؟ المول اللي انا رحت معاكم فيه، ولو انها كانت حلقه بسيطه فيديو بسيط معلش على الصوت اللي في الباك جراوند، بس انا اظن الموبايل بيكتم كميه كتم لا تتخيلوه عشان ما يبينش كل الكلام ده. بس في المول انا لقيت الحاجات رخيصه قوي يعني. اول مره كنت اشوف فيها الشيبسي والحاجات دي ب 2 رينجت ونص. كل بيبدا الشيبسي اقل حاجه من 5 و 6 تقريبا 95 يعني. ف فبيبقى غالي بره. فانا ممكن ابقى اروح اجيب منه شيبسي واجيب منه ممكن شامبو او كده. بيعملوا برضو العبوات كبيره ب 2 ونص. يعني انا جبت منه جل شاور ب 2 ونص كبير مش صغير. يعني انا متاكد ده لو بره كنت ممكن اشتريه ب 10 او ب 15 ممكن، ما اعرفش. بس يعني ماليزيا على العربيه حركه جامده. انا عايز اقول لكم اصلا ان انا بتلخبط كل مره. انا مفيش مره طبعا مش هوريكم دول قبل عشان تزهقوا منهم. ده والتاني ده المفروض اطول تاني واحد في العالم، بس هو مش ظاهر من هنا. انا لاحظت ناس كتير بياخدوا الشورت كات ده بدل ما يلفوا اللفه اللي انا بعملها دي، فانا هاخدها. حلوه. مرهق يا جماعه، بس يعني ابقوا شوفوا المولات، ساعات بيبقى عندهم عروض احسن بكتير من السوبر ماركتات. شوفوا يا جماعه الزحمه، أنا مش عارف اوصف لكم النهارده زحمه قد ايه. النهارده يا دوبك السبت. 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 حسيت حركه كرتون فحبيت اكملها. السبت والحد بيكون اجازه، عشان كده انا مش مركز. السبت والحد عندهم اجازه، هي اللي بياخدوها اجازه الاسبوعيه عشان كده. وهتلاقي اصلا اكتر عروض واكتر حركات بتيجي في الايام دي. بس انا اللي شفتها العروض، سواء العروض اللي بتيجي في شارع العرب ناس بيغنوا، او عروض يعني بتخفيضات وكده، بتبقى يوم الخميس والجمعه.
بس يعني الاجازه الرسميه بتاع الدوله هنا السبت والحد، وفيتنام نفس القصه. اسيا بياخدوا سبت وحد، ما بياخدوش جمعه وخميس زينا. احنا عندنا بناخد ساعات جمعه وسبت، بس الجمعه اساسي. بس هنا لا، هنا دايما الاساسي سبت وحد، وفي اماكن انا شفتها كذا مطعم قدامي بياخدوا الاثنين اجازه، لا سبت ولا ده براحته بقى. بس ده يعني برايفت بيزنس، فهو بيعمل اللي هو عايزه حرفيا. وبصراحه يا جماعه اللي انا شايفه هنا بيزنس الاكل حلو جدا، في كذا بيزنس ممكن يتفتح هنا فظيع. غير اصلا اللي انا اكتشفت كميه الجمدان عندهم في السمول بيزنسز، الدوله بتساعدها. الدوله وهنا الناس بيعملوا حركه جامده جدا. فكره هقولها في الفيديو خلاص ولا ايه؟ بس هي حركه جامده. بيعملوا ايه بقى؟ الفكره دي اول مره اشوفها، ما اتعملتش عندنا خالص. ادعي لي بقى اللي هيعمل البيزنس ده، يدعي لي. ان هم بيشجعوا الناس في البيوت يعملوا اكل، وبيعملوا خانه في المولات او خانه في مثلا في KLKK ده قصدي، اللي هو زي 7-Eleven، لاماكن الناس بيعملوا فيها اكل. يعني ميد ان هوم. هو بيتكتب يعني القطاع ده او المقطع ده في المكان هو بتاع ميد ان هوم. تلاقي بقى واحده تيتا عاملاه، واحده عاملاه، فبتدوق بقى حاجه انت مش هتعرف تدوقها في المطعم، لان المطعم بيعمل كل حاجه حرفيا على الايه بس، وبيبقى بيرفكت. بس ساعات انت ما بتكونش عايز البيرفكت، انت بتكون مستني تدوق طعم الصلصه الزياده، او طعم حاجه معينه انت متعود عليها في الاكل بتاع البيت. فهم بيعملوا الحركه دي. غير طبعا ان هم مش بيعملوا اكل بس غدا، هم بيعملوا اسمه ايه ده، في وجبات تيك اواي، وفي مربى، وفي عسل، في حاجات البان. بس انا ما شفتش البان، انا اللي شفته عسل ومربى. انا عايز اعدي ومش اعرف اعدي في الوقت ده ولا لا. الطرق هنا بتخوفني الصراحه، فجاه بتلاقيه هم هادين بغباء هنا، هادين بغباء هنا، فبيخضوني الصراحه. يعني انا كذا مره حتى في فيتنام، ممكن تشوف الفيديو، الراجل كان بيني وبينه سنتي ويخبطني، ما عملش كلاكس، ما عملش اي حاجه. بس الهدوء ده حلو، بس وحش في المواقف دي. يعني بصراحه شوف، انا في حته زي القاهره مثلا عندنا او كده، على فكره المنطقه هنا خطر، خلوا بالكم ما حدش يعدي الاماكن دي من غير ما يكون شايف العربيات. عشان انا دلوقتي كنت هعمل الموبايل كده، وكان في عربيه جايه من ورا البيل بورد دي. عايزين نعدي. لا انا شكلي همشي اللي هناك ولا ايه؟ مش عارف الافضل لي اعمل ايه. ما الافضل لي انا بس عايز اهدي. لا انا شكلي على فكره همشي لهناك، عشان المنطقه دي هنا خطر اللي انا اعدي منها ولا ايه؟ لا 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 لا، الطريق بصراحه خطر. تعالوا نكمل لهناك، عشان كمان عاملين الطريق ورا بتاع اعلانيه. هو انا بستهبل الصراحه اللي انا جاي هنا، فانا لازم اعدي بصراحه. انا لازم اعدي احسن هتخبط. لا معلش بقى كده، عشان كده هتخبط فعلا. خليك محترم وافرق. بصراحه ده غلط مني شويه، عشان هم عاملين المناطق دي اول مره اعمل الحركه دي، والغلط محدش يعملها الصراحه. ولو انهم هم بيوقفوا، بس برضو ما توقعتش ان هي كده. انا قلت هختصر وقت، بس انا قعدت وقت نفس الوقت اللي كنت هروح بيه هناك. بس كده احنا كده هنرجع للبيت. انا كنت حابب اقول لكم المعلومات دي، نتكلم في حته الميه. هي عندهم هنا ميه في الحمام وفي كله، فانا بس هجيب مناديل عادي اللي هي الطبيعيه. ودي احسن حاجه في كل اسيا، حتى في فيتنام وفي تايلاند. فدي حاجه بصراحه حلوه، حاجه حلوه جدا، وبتنقذ الموقف، لان احنا مش متعودين على الكلام ده الصراحه. انا كنت خايف قوي وانا جاي، برضو وانت جاي، عشان انت ممكن تروح ايه، قريه مثلا هنا، تروح حتت يعني بعيده عن المدينه. فانا ما اعرفش، ما زرتش الاماكن دي، بس انت خلي بالك من الحته دي. فانت يعني مع احترامي تجيب ايه احسن. لازم اقولها لكم، بص، لا حياء في الحاجات دي. لازم تجيب معاك شطافه من الصيدليه برضو، دايما معاك لو انت هتسافر بالذات، لانك ممكن تروح دوله او منطقه او حته ما فيهاش ميه.
فانت تروح الصيدليه تشتريها هتنقذ لك الموقف. شايفين هنا بيشغلوا موسيقى ويعلوها ويعملوا عشان ايه؟ النهارده اجازه. فكله بقى قاعد مستقنيس. هنا مش بيشغلوا موسيقى يا جماعه، دول بيجيبوا حد بيغني ساعات. اهو يعني ده بيغني. صوت فظيع. alright كده كنا هنا الجولة. انا لو عملت حاجة او رحت اي سوبر ماركت هوريكم واشوفكم في فيديو تاني. بيس.